مجمع. كتير من ستات البيوت بيقابلهم مشكلة في ريحة التلاجة رغم إن هم بينضفوا التلاجة باستمرار وبيشيلوا بواقي الأكل، فبييجي لهم دايمًا إن هم بيشموا ريحة وحشة أوي في التلاجة. تعالوا النهارده نتكلم إزاي يعني نتغلب على المشكلة دي. أول حاجة الفحم النشط. الفحم النشط من أقدم ويمكن أكتر الحاجات الفعالية في إن هي تشيل الروايح من جوه التلاجة. إن إحنا بنجيب فحم على قد كوباية فحم صغيرة وبنحطها في كيس بلاستيك وبعدين بنحطها في كل رف في التلاجة لمدة 3 شهور. الموضوع ده بيختفي تماما والريحة بتختفي تماما. تاني حاجة بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم لو احنا جبنا معلقة كبيرة حطيناها في كوباية مية دافية وحطيناها في ازازة بخاخ او بازازة رشاش وبنفضي التلاجة وبننضفها وبعدين بنرش على التلاجة من جوه وبنرش الارفف والحيطان بتاعت التلاجة وبنسيبها لمدة 10 دقايق وبعدين بنجيب فوطة جافة وبنمسح التلاجة وبنكرر العملية دي كل فترة. بتفرق معانا جامد قوي والريحة بتختفي. برضو بيكربونات الصوديوم ممكن نستخدمها ان احنا بنجيب بيكربونات الصوديوم بس جافة. وبنحطها في كيس بلاستيك وبنحطها في رفوف التلاجة. في خلال شهر بالظبط بيكون كل حاجة رجعت لطبيعتها تاني. في حاجة كمان بس دي أنا ما برجحهاش لأن هي بتكرف ريحة الأكل أو إن هي بتغير ريحة الأكل. إن إحنا بنجيب قطنة مبللة وبنحط فيها زيت من الزيوت الفواحة زي زيت النعناع أو زيت الفانيليا. وده بيغير شوية ريحة التلاجة بس المشكلة إن هو أنا ما بحبش الروايح النفاذة لأن الكلام ده بيبوظ ريحة الأكل. أشوفكم دايما على خير. وصفة سهلة مع السلامة.